السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم وبلال عشان دايما بيزعل. المهم نقول بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا دخلنا بقى كده على اوضه الولاد. كانت البلكونه عندي مطربه خالص. دي بس كده 3 ايام، يعني 3 ايام البلكونه تبقى كده. المهم كانت مطربه بقى خالص. المهم غسلت الشيش ومسحت الحيطان. طبعا ما صورتش معاكم الحيطان بس غسلتها لان كانت محتاجه تتغسل الصراحه. وغسلت الشيش طبعا لازم يتغسل من التراب، ومسحت الارض. الرش اللي فوق الكرسي ده كنت برش حاجه وجت في الحيطه ومش عارفه اطلعها. المهم مسكتها غسلتها غسله حلوه. ده التراب بصوا اللي نزل من الشيش. المهم غسلتها بقى غسله حلوه كده ونضفتها يعني، وفعلا يعني بتفرق. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. انا بنات ما كنتش بعمل حاجه اليومين اللي فاتوا دول خالص صراحه، لان كنت تعبانه بدراعي. طبعا انتوا عارفين ان عندي خشونه وغضروف في رقبتي، ف بيجي عليها وقت لما بعمل مجهود ورا بعض فبيتعبني جدا. فالمهم كنت مريحه الكام يوم دول، فالدنيا زي ما شفتوا اتطربت خالص. فالحمد لله رب العالمين. الواحد لما بيكون كويس بيشتغل. فعايزه اقول لكم تضغطوش على نفسكم وتعملوا حبه حبه، عشان الصحه ما بتتعوضش. الحاجه اللي بتبوظ في الجسم يا بنات ما بترجعش تاني زي الاول ابدا، حتى لو خدتي علاج، بالذات العظام. فنصيحه مني، يعني الواحد جه على نفسه كتير وتعب كتير واشتغل كتير. ف... ففي الاخر واحد بيخسر صحته يعني. كل حاجه بتخلص، كل حاجه بتتقضى، والدنيا بتنضف، وكل حاجه بتعملي اللي وراكي، بس ما تجيش على نفسك، ما تتعبيش نفسك. لما تلاقي نفسك انت تعبانه ريحي. يعني انا الفيديو ده عملته لكم على يومين. اليوم عملت في غرفه الولاد ديت وتعبت صراحه. وبعدين كملت بقى ايه بقيه الفيديو تاني يوم. انا كنت عايزه، زي ما انتم شايفين كانت الدنيا متبهدله. مطرح لعب الولاد بقى واللعب والحاجه، ربنا يبارك فيهم يا رب ويرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه. المهم انا كنت عايزه اغير نظام الغرفه، لان المروحه هي كده ايه على شمال السرير، تمام؟ يعني على شمال السرير. تمام. بقول لكم بقى شلت الحاجه والمراتب والسفنج ده كان من باقي الركن عندي اللي كنت بعمل بيه، فحطيته صراحه فظبط المرتبه معايا. تمام. فالمروحه كده هي كده بالظبط في وش الايه السرير، يعني اللي يقعد على السرير بتجيله عليه الهوا. لكن الاول لا، كان الجزء اللي من ناحيه الرجلين ده ما كانش بيجي هوا خالص عليه. فبنضطر ايه بنقعد بقى كلنا كده بنتكربس في حته واحده. فالمهم لا، قلت طب ما نلف السرير بحيث اما نقعد على السرير يبقى كلنا يبقى جالنا هوا، انا والولاد يعني. بس فانتوا عارفين ان دي غرفتهم، بس هم مش بيناموا معايا اصلا. دي غرفة المعيشة يعتبر، بنقعد فيها وبيتفرجوا فيها على الشاشة على التلفزيون، بيلعبوا فيها وبناكل فيها وكل حاجة. ففيها هرس بقى شوية، يعني فيها هرس يعني وبتتبهدل بسرعة. المهم زي ما انتم شايفين لفيت معاكم السرير كده زي ما انتم شايفين. طبعا كنتوا شايفين الخطوات. لفيت معاكم السرير الحمد لله بفضل الله. ومسحت طبعا دي تنظيف بقى عميق. مسحت تحت البتاع كانت الدنيا فيها تراب. نضفت تحت السرير، شلت الحاجه ونضفتها. ورجعت بقى حطيته كده زي ما هو. تغيير برضو مهم للنظر، برضو الواحد لما بيشوف الحاجه جديده كده بيفرح. حتى لو تغيير بسيط بالنسبه لي، ما اعرفش انتوا بقى ايه يعني مش عارفه ازاي. يعني بتفرحوا برضو زي لو غيرتوا اي حاجه في البيت ولا لا؟ المهم هنا كنت بقول لكم ايه اللمه دي ما كانش عندي كلور ابيض، ده عايز كلور ابيض. المهم كنت نضفتهم بقى كده دعكتهم برضو، بس ايه ما طلعش معايا، عايز كلور ابيض يعني. المهم فانا ما كنتش عندي يعني، فانا ثم من دعكتهم ونضفتهم برضو، مسحت من عليهم التراب وظبطتهم. وفرشت بقى السجاده الصغيره دي وسبت بقى كده ايه الدنيا حر صراحه، مش محتاج فرش. تمام. زي ما انتم شايفين كده غيرتها. فالمهم يعني فرقت معايا صراحه، فالتغيير حلو، حتى الولاد اتبسطوا بالتغيير. كل شويه الواحد يغير، يعني تجيبي كده تجيبي. بس انا وزي ما قلت لكم عشان المروحه انا نقلتها الناحيه دي، فكده هي كده جايبه الهواء كله على السرير. تمام. دي كانت غرفه الولاد الحمد لله بفضل الله خلصتها. ده زي ما قلت لكم يوم خلاص كده ما بقدرش اعمل فيه اي حاجه تاني خلاص. وبقى كمان بيبقى عندي غدا، يعني ما اقدرش اعمل حاجه في البيت واخش كمان على الغدا، لا. يبقى عندي غدا لازم اكون بنضف، يبقى عندي غدا عشان بياخد وقت. زي ما باخدش دايركت برضو، بقعد اريح وبتاع، اشرب كوبايه شاي بتاع كده لازم برضو. المهم دخلت على غرفه النوم برضو كانت مطربه شويه صغيرين، ما كانتش مبهدله يعني قوي. المهم نضفت الازاز ولمعته وظبطته وخليته زي الفل. هنا كنت بقول لكم ان التنجيد بتاع ظهر السرير ده الولاد من التنطيط وقعوه. تمام. هو متثبت بقى متثبت كده كويس وكل حاجه، بس انا عندي الولاد بيطلعوا فوق ظهر السرير، ربنا يهديهم ويصلح حالهم، فهم بيطلعوا بيدوسوا عليه. تمام. فبقول 100 مره ما تطلعوش، فربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب قادر كريم يا رب العالمين. فهم زي ما تقولوا بقى ضغطوا عليه مرتين ثلاثه فايه وقع، فان شاء الله هبقى اركبه معاكم برده باذن الله. هنا بقى انا عايزه ايه الف السرير. الفه بقى ايه العكس كده الناحيه التانية. ليه بقى الفه؟ لان انا بنام هنا، يعني انا والولاد برده بننام هنا. بحس ان انا الولاد بقى ما شاء الله الصيف والشارع، فبحس ايه كله الكلام كله في دماغي بالظبط، فاهميني؟ فبحس بصداع يعني دماغي بتصدع من الدوشه. فقلت ابعده بس شويه كده من تحت الشباك، يبقى يجي كده الناحيه دي. وهي برضو اسمه تغيير. وكمان انضف تحتيه، انضف من تحت السرير يعني. فقلت بقى الفه زي ما انتم شايفين في تراب كده، فقلت الفه بقى وانضف ايه واحس برضو بتغيير.
المشكله ان هنا كان النجار دقايق المولل ديت في السرير نفسه عشان بتقع كل شويه من المرتبه عشان الولاد بتنططوا. المهم بفضل الله لفيته، طبعا طلع عيني قبل ما لفيته اهو الحمد لله، وظبطته مسحت تحتيه برده ولمعت الحيطان، بس انا مرضتش اطول عليكم الفيديو. كانت الملايه هنا مش مظبوطه بعدلها كده. بس وفرشتها. ليه حطيت بقى جنب واحد للستاره؟ لان انا عندي الغرفه هنا بتبقى مظلمه قوي، فهي بتديني ضوء للصاله، فحطيت بس ايه ناحيه واحده بس، وبالليل بفردها عشان تديني بس تبقى الاوضه غرفه منوره بالنهار، لان طبعا عارفين النور بيقطع. فتديني نور شويه كده، وكمان بتنور لي عندي الصاله كمان. بس خلصتها بفضل الله، مسحتها ونضفتها ومسحت الحيطان ومسحت الارض كويس جدا، ولمعت الخشب كله زي ما هوريكم دلوقتي. هوريكم الدواليب. انا طبعا حاطه دولاب غرفه الولاد عندي هنا في الاوضه علشان يوسع الغرفه التانية شويه، لان انا الاوضه دي عندي كبيره وما بخشش فيها غير على النوم. زي ما انتم شايفين لمعت كل الخشب، لمعته طبعا كويس جدا، ومسحت الارض كويس جدا، ولمعت الدولابين والحمد لله. فرشت بقى حافظه وشلت السجاجيد عشان السجاجيد عايزه تتغسل خلاص كده، وكمان الجو حر جدا فمش مستحمل سجاجيد الصراحه، فكفايه الحافظه حلوه خفيفه تشيليها تنفضيها او تحطيها في الغساله هتتغسل معاكي، هتنزلي منها التراب وهتمسحي تلمعي في الصيف ده الدنيا سهله احسن من السجاجيد بقى باذن الله ان شاء الله ربنا يحيينا للشتاء اغسلها وافرشها على الشتاء باذن الرحمن ان شاء الله. بس هنا كنت لمعتها بقى ظبط، حتى المروحه كنت بوريها لكم غسلتها كمان نضفتها من التراب، لازم يا بنات كل شويه علشان تديكوا هوا كويس. خلصنا الحمد لله. وبصراحه اليوم ده جبت سمك، لكن طبعا زي ما قلت لكم ما بقدرش اقف اطبخ، عملت بس شويه رز ابيض الحمد لله، وجبنا سمك مشوي واتغدينا وفضل ونعمه، اللهم ديمها نعمه علينا واحفظها من الزوال يا رب، اللهم اطعم كل جائع يا رب قادر كريم. بس ده كان الفيديو بتاعي. متنسوش اللايك بقى، وتشتركوا معايا في القناه لو لسه مشتركتوش عشان القناه تكبر، وكتر الله خيركم. متنسوش دعواتكم ليا بالشفاء ان شاء الله. وبس يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وزي ما قلت لكم يا بنات تشجعوني علشان اقدر انزل لكم فيديوهات على طول. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا، وده كان الغدا بتاعنا، نعمه وفضل. بس وشكرا جدا لكم يا بنات. ومعلش لو انا طولت عليكم في الفيديو وكلمت كتير، سامحوني بقى. السلام عليكم ورحمه الله.